السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل برسيل جل، حاجة روعة، حاجة فاخر من الآخر، حاجة جميلة قوي. شايفين القوام، شايفين اللزوجة، حاجة مية مية، معمولة بحاجات بسيطة، مكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت، ولو مش موجودة تقدري تكونيها وتعملي منها أحلى برسيل. هنعمل 10 لتر من البرسيل الجل. حلو قوي، يعني قوي على الدهون، على الاتساخات اللي بتبقى في الملابس. لو عندك اطفال وبيوسخوا هدومهم، اساور الياقات، اساور اللي هي الرجلين بتاعه البناطيل، الكمام، بصي لاي حاجه، للابيض، هتخلي غسيلك فله شمعه منوره. يعني مش قادره اقولك، حاجة آخر نظافة. تعالي قبل ما نقول عملناه ازاي، نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا اقول لكم مكوناته وعملته ازاي. كان عندي هنا شوية قشر ليمون، بشيلهم في الفريزر. يعني كل ما بعصر ليمونة، ليمونتين بشيلهم في الفريزر، على ليمونتين 3 كده بايظين، من اللي هم بلاقيهم دبلوا على رف التلاجة، فباخدهم اشيلهم في الفريزر. لما اجي اعمل صابون بطلعهم، حطيت عليهم كده رتل مية ورفعتهم على النار، عشان انا عايزه الليمون ده يسلق يعني جامد. ويعني عايزه اخد الميه بتاعته بعد ما تجيب كل اللي ايه، الفوائد اللي في والحاجات اللي نستفاد منها من الليمون ده، الزيوت بتاعته، العصارة بتاعته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عندي هنا دولت حوالي 300 جرام من صابون الصابون البلدي الصلب. انا عاملاه على القناه برضو، صابون حلو قوي، وعشان معمول صح ومعمول بمقادير كويسه ومقادير صح، اداني نتيجه حلوه قوي في البرسيل، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. خدت منه كده 300 جرام او ما يعادل صابونتين، بشرتهم زي ما انتوا شايفين كده. بعد قشر الليمون مع الليمون ما اتسلق، انا صفيته كده في الكوبايه دي، وخدت منه، بصوا زي ما انتوا شايفين، خدت الميه بتاعته نزلتها شويه شويه كده على الصابون، بشر الصابون، وايه، هفضل اقلب فيهم كتير كتير لما الصابون يدوب خالص، وما يبقاش فيه اي اثر لبشر الصابون. نزلي بس ايه الميه بتاعت سلق الليمون دي وهي بتغلي، عشان يسرع في عمليه تفكيك اللي هي ايه، قطع الصابون اللي مبشور دون، هيديكي نتيجه احسن ويعمل لك لزوله، خد لزوجه كده حلوه في الصابون. خدتوا بالكم حبايب قلبي، اول ما نزلت ميه سلق الليمون على بشر الصابون عمل فوران ازاي؟ لان الصابونه دي انا حاطه فيها ملح ليمون، حاطه فيها كربونات، وحاطه فيها فانيش، حاطه فيها زهره بيضه، حاطه فيها بوتاس، يعني حاطه فيها حاجات كتير قوي قوي. حاطه فيها كلوريكس الوان. يعني كنت عاملاها الصابونه دي البلدي الصلب من كل المكونات اللي ذكرتها لكم دي. فتخيلوا بقى صابونه فيها كل المكونات دي، اللي هي بتساعد على النظافه وتشيل اي اتساخات واي بقع، سواء بقع دهون، بقع دم، بقع حبر، بقع روج، بقع اي بقع، بقع صدى كمان. ايه، تخيلوا ممكن تعمل ايه في اي بقعة. فانا عملتها، وكمان المكونات الاضافية اللي انا هحطها دلوقتي هتديني برضو تزود من يعني قيمة النظافة بتاعت البرسيل، وهتخليهولك يعني يبقى قوي 300 ألف مرة في يعني إزالة أي أوساخ، وأصعب الاتساخات. ركنت بقى الصابون بعد ما دوبته كده، وجبت الطبق ده فيه دولت 4 رتل من المية العادية من الحنفية. نزلت فيها دلوقتي ايه، نزلت 5 معالق من النشا، 5 معالق هرميين نشا. كمان نزلت دي نص كوباية سكر. انا هدوب النشا كويس كده، وهدوب معاها كمان السكر. خدوا بالكم بقى من الاضافات دي على الاضافات اصلا اللي معمولة منها الصابونة الصلب. تخيلوا انتوا بقى كمية النظافة دي تبقى عاملة ازاي، جودة البرسيل تبقى عاملة ازاي. حاجة يعني روعة روعة روعة، تخلي لك الغسيل الألوان زاهي، مفيش بقع، مفيش أي اتساخات، تخليك الأبيض زاهي ومنور كده وحلو.
ركنت بقى كده بعد ما قلبت 5 معالق من النشا ونص كوباية السكر في 4 رتل مية. هجيب كده 3 معالق من البوتاس او الدبوشار او القطرونة او حجر تسليك المجاري، حسب ما هو اسمه ايه في البلاد العربية. احنا عندنا في مصر اسمه البطاس. حطيت عليهم كده اقل من نص كوباية مية عادية من الحنفية. هقلبهم كويس كده زي ما انتوا شايفين. قلبيهم حلو. طبعا هما بيعملوا أبخرة، خلي بالك عشان نفسك، ولو نقطة كده ولا حاجة طرطشت على ايدك الحقي امسحيها بخل عشان ما تلهبلكيش الجلد وما ما يعني ما تعملكيش اي حروق في ايدك. دلوقتي انا نزلت ايه، دي معلقه ملح ليمون، معلقه هرميه كبيره، وكمان معلقه كربوناتو. خدوا بالكم بقى الاضافات دي غير اللي في الصابونه اصلا. نزلت هنا معلقه ملح ليمون كبيره، ومعلقه كربوناتو كبيره، وهنزل كمان معلقه زهره بيضه. كل دي اضافات غير اصلا الاضافات اللي موجوده في اللي معموله منها الصابونه الصلب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كده برضو بنزل فانيش، معلقة كبيرة برضو هرمية من الفانيش. كل دي حاجات بتقوي النظافة وبتقوي من جودة البرسيل. لو لسه معايا حبايب قلبي لحد دلوقتي، فضلا وليس امرا، ما تنسونيش باللايكات الحلوه، ما تنسونيش تفعلوا الجرس. متابعين الجداد ومتابعين القدام، اهلا بيكم، مشرفيني في القناه. ودايما يا رب كده تتابعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم اللي بتساعدني. كده بقى حبايبي هجيب كمان ايه، ده مسحوق، مسحوق عادي، مسحوق عادي او مسحوق اوتوماتيك اللي موجود عندك. زي ما انتوا شايفين كده، حتى لو ارخص نوع مسحوق هتاخدي منه كده. انا خدت حوالي 4 معالق، يعني ما يعادل نص كوباية. لو عايزة تحطي كمان كوباية كاملة حطي كوباية كاملة. كل دي اضافات يعني مش هتخسر، بل بالعكس هتزود من النظافة بتاعة البرسيل. انا دوبت كده نص كوبايه المسحوق دي او 5 معالق، يعني 5 معالق هم يطلعوا نص كوبايه. انا دوبتهم في شويه ميه وركنتهم على جنب عشان عايزاهم يدوبوا. هنزل بقى هنا ايه، الصابون، بشر الصابون اللي داب مع ميه سلق الليمون. بعد ما قلبتهم كويس ودابوا كويس، انا ما كنتش واخده بالي، اللي كانت ظابطه لي بقى الكاميرا ما كانتش ظابطاها كويس، فمش جايبه يعني الطبق كله. فبتهيألي كده الصورة برضو واضحة والتصوير واضح بالنسبة لكم، فشايفين ايه يعني، والشرح كمان مع الصورة مبين انا قصدي ايه. نزلت هنا كده البطاس بعد ما نزلت الصابون اللي داب في مية سلق الليمون على النشا، وعلى النشا والكربوناتو وملح الليمون والزهرة البيضة و اللهم صل على النبي الفانيش. كل الاضافات دي نزلت كمان البطاطس، فهقلب كده ابتدى ايه، طبعا هو لسه سخن فهيسوي لي النشا. وقلبت كده المسحوق. هنزله بقى لاني طبعا هقلب كتير، فهيكمل تقليب، هكمل تقليب، والمسحوق هيكمل ذوبان في مع المكونات دي كلها. بصوا ابتدت اللزوجة تظهر وابتدى السمك يتقل زي ما انتوا شايفين. خلي بالكم انا حطيت كمان معلقة ملح طعام. آه، طبعا كل الاضافات دي حلوة قوي، والسكر هيعلي لي الرغوة، هيعمل لي، يحافظ على ايديا من، لو غسلت حاجة على ايدك هيحافظ على ايدك من الالتهابات. دلوقتي انا نزلت ايه، نزلت دلوقتي كوباية اللهم صل على النبي، كلوريكس الوان كده. نزلت كوباية من المج دوت عشان برضو تقوي النظافة برضو. والله العظيم انا يعني اقسم بالله انا بغسل بالبرسيل ده، بيخلي لي الغسيل فله، بيطلع لي الغسيل الالوان مزهزهه وحلوه. ما عنديش اي بقع رغم ان عندي اطفال في البيت، ما الا بيخلي الغسيل نظيف. وما عنديش اي بقع ولا في اللياقات، اللياقات نظيفه، بيخلي لي الابيض مزهزه وزي الفل. بصوا كده بعد ما نزلت كلوركس الالوان، بصوا القوام وبصوا اللزوجة، حاجة فاخر من الآخر يا باشا، حاجة جميلة قوي. لسه كمان لما هيقعد هيتقل. أنا كل ده بعمله بالليل، أنا شغالة كده بالليل، هسيبه لتاني يوم الصبح هتشوفوا برضو اللزوجة عاملة ازاي، وهتشوفوا القوام حلو قوي قوي. برسيل جميل جميل خطير في النظافة يعني.
اتبعوا بس المكونات، اعملوا نفس المكونات. بص انا بحط دلوقتي ايه، دي كوباية من الدوني. الدوني برضو انا عاملاه، عند الفيديو هتلاقوه في اول فيديوهات القناة. بصوا، بس في حاجات بقى بتبقى واقعة في الكربونات وفي الحاجات اللي بجيبها من عند بتاع الصابون. زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا شلت قشرة كده كانت واقعة، في معرفش من ايه بالظبط. بصوا حبايب قلبي، قلبي بقى، نزلت كمان كوباية دوني. الدوني هنا كمان عشان يديني ريحة للصابون للبرسيل، وكمان عشان ينعم لي الغسيل. شايفين حبايب قلبي؟ ولو غسلت حاجة على ايدي تبقى برضو ناعمة على ايدي. شايفين القوام؟ حاجة فاخر من الآخر يا باشا. أنا لسه هكون كمان، دول كده بقى حوالي 5 لتر. أنا لسه هزود الطبق ده كبير بياخد 10 لتر. طبعا بنتي صاحبة بنتي كانت موجودة وأنا بعمله، فطبعا جاية عايزة تجرب الرغوة، فمدت ايدها كده عشان احط لها نقطة، راحت غسلت بايدها، قالت لي يعني رغوته فظيعة، جميل جميل وناعم جدا. دلوقتي بقى انا عشان احط لون، بما اني مستعملة كولوريكس ازرق، فدي انا ما حطيتش الوان، دي زهرة زرقاء. دي زهرة زرقاء، انا دوبت كده معلقة في كوباية، وزي ما انتوا شايفين ونزلتها على البرسيل. بص هتديني لون حلو كمان، عشان لو غسلت بيه ابيض يخلي لي الابيض مزهزه كده وحلو، يبقى الابيض مش محتاج يتزهر ولا حاجه. لو في الالوان هيحافظ برضو، بيحافظ على زهزهه الالوان. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بصوا بقى القوام حلو قوي قوي وتقيل ولزج، ويعني حاجة جميلة جدا. انا طبعا بعمله دلوقتي وهسيبه، احنا بالليل هسيبه لبكرة. هسيبه لبكرة الصبح، لما ايه الصبح ابقى اوريهولكم. انا عايزه اوريكم، بصوا على الكوبايه عامل ازاي، وانا بقلب كده بالكوبايه. شايفين لازق على الكوبايه وتقيل ولازج ازاي. انا جبت بقى الكوبايه، عايزه ايه، آه طبعا كنت المضرب السلك والمعلقه السيليكون، كنت لما بقلب بيهم الطبق ده كنت حاطه فيه شويه ميه، فبروح منزلهم فيه، عمل لي بص غير لون الميه. فقلت اشطف فيها الكوبايه بالمره، اخد اللي لازق على الكوبايه، مش هين عليا ان انا اشطفها وانزل الحاجات دي في الحوض، خساره بصراحه. فدوبتها قلبتها في الميه ونزلتها هنا كده. انا لسه الصبح باذن الله هزود ميه تاني. انا قلبت كده، بصوا كل ما هتقلبي كل ما هيديكي نتيجة احسن. زي ما انتوا شايفين كده، هيديني قوام حلو، هيديني تقل والزوجة للبرسيل، حاجة حلوة قوي. بصوا بقى انا عمالة بوريكم، فرحانة بصراحة بالقوام اللي عمله. يعني اللي حصل ده حاجة روعة بصراحة. بصوا من شوية مقادير ومكونات، أصلا الصابونة البلدي أنا عاملاها من الزيت المستعمل. برضو شوية حاجات لما بتروحي تجيبي مثلا من كل حاجة ب20 جنيه من عندي بتاع المنظفات، بتعملي منه ايه طول الشهر. يعني انا بروح اجيب ب20 جنيه بتاع دوت زهرة بيضة ب20 جنيه، آه، كلوريكس اسمه فانيش، آه، بجيب بالكيلو كربوناته. ملح الليمون برضو بتجيبي ربع كيلو ب15 جنيه، بيفضل عندك بتعمله منه طول الشهر. بتعمله يعني انا بتكلم عن نفسي، بجيب الحاجات دي بعمل منها طول الشهر برسيل للغسالة، وبعمل منهم صابون مواعين، وبجيب ربع كيلو بطاس او نص كيلو بطاس. يعني مكونات حوالي بتاع 100 جنيه، 120 جنيه، حاجات من اللي عند بتاع الصبانة، وبعمل منها منظفات طول الشهر. بصوا بقى حبايب قلبي، كده تاني يوم بقى كان البرسيل سبته. بصوا بقى جميل ازاي. عايزه اوريكم ان هو بصوا فيه تصديفه، في يعني شفافيه كده، في نعومه، في ايه تاني، لزوجه، في تقل. يعني عايزه اقول لكم القوام فظيع، حاجه جميله جدا جدا جدا. شايفين؟ ولونه بقى حلو قوي، لونه جميل قوي قوي. عايزاكم تجربوا الطريقة دي والمكونات دي، وما تنسونيش بقى بلايك حلو، ويعني شيروا الفيديو عشان يوصل لناس كتير. اعملوا لي لايكات كتير عشان الفيديو يترفع. بصوا، بصوا، بصوا الشفافية. شايفين؟
بصوا الشفافية، بصوا اللزوجة، القوام جميل جدا، حاجة فاخر من الآخر يا باشا. ما تنسونيش بلايكاتكم الحلوة متابعيني الغاليين ومتابعيني الجداد. إن شاء الله محتوى قناتي يعجبكم وتلاقوا قناتي كلها يعني حاجات مفيدة بالنسبة لكم. هدف قناتي إيه؟ التدبير والتوفير وإعادة التدوير. وما تنسونيش بلايكاتكم الحلوة وتدعموني بالاشتراكات بتاعتكم. اللهم صل على سيدنا محمد، وما تنسوش تصلوا على سيدنا رسول الله في الكومنتات. شايفين الجمال؟ الله الله الله، شايفين القوام؟ بصوا الشفافية، حاجة فاخر من الآخر يا باشا. جربوا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. مع السلامة.